نادي في الدوري المصري يا جماعه عامل عوق ومحدش قادر يقف قصاده. طبعا هنا انا بتكلم عن مودرن سبورت بالمسمى القديم فيوتشر. طيب مودرن سبورت يا جماعه كانت عملت ازمه كبيره مع الراحل احمد رفعت الله يرحمه. طبعا كلنا عرفناها وعشناها وكنا متاثرين بالموضوع جدا. طبعا مودرن سبورت خرج من الموضوع زي الشعره من العجينه. طيب هل الموضوع واقف هنا؟ لا. طبعا موضوع الغاء الهبوط ده كان بسبب مودرن سبورت، ومحدش يوهمكم انه عشان الاسماعيلي بيكذبوا عليكم. تمام؟ طيب الموضوع واقف عند كده؟ الحقيقه انه لا برضه. في لاعب انا مش فاكره اسمه بس اشتكى برضه من مودرن سبورت. طيب والنهارده او من كام ساعه جنش حارس المرمى اشتكى برضه. عايزين يخصموا حوالي 75% من عقده لاسباب اصلا مش مفهومه بالنسبه لي، وما اعتقدش ان هي قانونيه. وبرضه اتمنى ان انتوا تناقشوني في الموضوع. دلوقتي جنش اتخصم من عقده 25%، وكان ايه السبب بقى؟ دي كانت صدمه بالنسبه لي. عشان هما مش في المراكز العشرة الاوائل. ايه ده اصلا؟ ازاي يخصموها بناء على الموضوع ده؟ احنا نهرج ولا ايه؟ احنا لو مشينا بهذا المنطلق في فرق كتير مش هتدي اللعيبه مستحقاتها اصلا. احنا كده تسيب ومحدش قادر يقف قصاد فيوتشر. انا مش فاهماهم بصراحه. هو ماله هو يعني يبقى في العشرة الاوائل ولا لا؟ هو بيشتغل عندك وتمام واساسي فرقتك، فانا مش فاهمه انت فين مشكلتك. طيب قالك احنا خصمنا من عقده برضو مش عارفه كام، 10% ولا 15%، عشان لبس تيشيرت لونه اصفر قبل مباراه الاسماعيلي. حقيقي انا انبهرت والله. يعني هو لما يلبس تيشيرت اصفر قبل مباراته مع الاسماعيلي كده بقى متواطئ مع الاسماعيلي مثلا؟ يعني انا مش فاهماكوا يا جماعه والله. انتوا بتفكروا ازاي؟ هو ازاي المسؤولين سايبين فريق زي مودرن سبورت عايش معانا كده على الكوكب؟ هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولما انت شايف ان هو متواطئ ما مشيتوش من الاول ليه؟ يعني جنش بقاله معاكوا اكتر من 3 سنين دلوقتي والله. فايه بقى وحش دلوقتي وبقى بيسيب الماتشات؟ طب سايبينه في الفريق ليه؟ ها ممكن افهمها. وبعدين ايه علاقه التيشيرت الاصفر بالاسماعيلي اصلا؟ انا ممكن افهم لو لابس تيشيرت الاسماعيلي كنت ممكن تعترض، بس هو لابس تيشيرت اصفر فهو ايه يعني؟ خلاص هتمنع عنه الالوان كلها؟ يعني قبل مباراه الاهلي مثلا ما ينفعش يلبس احمر، قبل مباراه الزمالك ما ينفعش يلبس ابيض، قبل مباراه الاسماعيلي ما ينفعش يلبس اصفر؟ انا ده كده ما يلبسش خالص بقى، صح؟ احنا هنا بنستعبط والله العظيم، ده استعباط. وعلى فكره موضوع جنش ده ما ينفعش يعدي بالساهل، لان في كذا لعيب اشتكى من مودرن سبورت. احنا هنا مش ازمه مستحقات ان انت ما معكش تديله، لا انت خصمتها له. دي مشكله تانية، انت بتخصمها له بدون وجه حق، وبنزعل وبنرجع نقول احنا مش عايزين احمد رفعت يتكرر تاني. طب ما انتوا اللي بتعملوها اهو. احنا بنهرج يا جماعه. لازم يكون في مساءله قانونيه للانديه دي، لازم اللعيبه تاخد حقها. وكمان الفكره ان مودرن سبورت اصلا نادي استثماري، يعني معاه فلوس. يعني في ايه؟ احنا هنا بنهزر. ما ينفعش السايب ده يفضل كده، والمسؤولين لازم تتدخل.